السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا احنا بنصور بعد الفجر في الحديقة، فمعذرة بقى على صوت الغربان وصوت المية معلش معلش. طيب نخش في الموضوع على طول. طبعا زي ما انتم قرأتم في عنوان الفيديو، عرفت ان احنا جايين نتكلم عن ايه؟ نتكلم هل الروتينية وانك تمشي بنظام روتيني بجدول، وانك تكون مقسم كل حاجة تخلصها امتى وازاي، هل ده الصح؟ ولا الصح ان انت تكون ماشي مش حاطط جدول ولا حاطط اي حاجة، والحاجة المهمة بتخلصها الاول وبتنجزها، تمام، وبعد كده بتشوف الحاجات التانية الاقل اهمية وكده، واللهم صل وسلم بنغسل من غير جدول او من غير اي حاجة، سواء كان حاجة دخلت في يوم او يومين، تمام. هو اللي ده الصح، يعني ده له مميزات وده له مميزات، تمام. بس انهي فيهم الصح؟ وفعلا الواحد بيوصل لنوع من انواع الحيرة، اللي هو مش عارف، تمام. بس لما جيت شفت الفيديوهات او شفت الناس بتتكلم عن الموضوع ده، لقيت ان الكلام فيها هو كلام ايه؟ كلام سطحي مقارن، يعني هم بيحاولوا ان هم يعملوا مقارنه بين الاثنين، وده افضل والروتين افضل ومش عارف كذا ومش عارف ايه. لا، هو الموضوع اعمق من كده. حتى يعني شخصيه الانسان فينا بتبقى اصلا مجبوله عن الاثنين. يعني هي دي النقطه اللي انا عاوز اقولها، ان احنا في حاجات في حياتنا تبقى محتاجه انك تكون ملتزم بروتين، وبتكون ملتزم بوقت معين انت لازم تنجز فيه الحاجه دي ومش عارف كذا، لان هي محدوده بحاجه معينه. وفي وقت تاني لا، هو في سين دي لازم تخلصها، يعني السين دي لازم تخلصها، لازم تنجزها في اسرع وقت، هي محدوده بوقت قليل وهي مهمه جدا، تمام. فالاثنين بيكونوا مهمين في حياتنا. بس طبعا المشكله او الاشكاليه اللي تيجي اللي هو يعني طب انا هغلب مين على مين؟ طيب احنا بقى جايين، يعني انا هنقل لكم تجربتي في حاجه زي كده. انا مثلا في فتره من الفترات، فتره قريبه يعني، او ستيل ده لما بكون مضغوط او بيكون ورايا حاجه، يعني بيبقى هو ده مثلا الحاجه الاساسيه اللي أنا بمشي عليها، ان يبقى في حاجه مثلا اساسيه في حياتك ما ينفعش انك تستغنى عنها، مثلا وليكن رياضه، او مثلا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد العباده، تمام. ولو انت وراك شغل او وراك اي حاجه، دي حاجات اساسيه، مسؤوليات انت ما ينفعش انك ما تعملهاش، فدي إنه لازم تبقى في حياتك. تاني حاجه مثلا وليكن مثلا او فتره امتحانات مثلا، او فتره مثلا ضغط في حاجه معينه، تمام. فالفتره دي مثلا هي فتره مؤقته، فبالتالي هي حاجه اللي هي سين اللي احنا ذكرناها دي، هي سين دي اللي هو احنا لازم ننجزها، ولازم ما ناخرش فيها حاجه عشان خاطر هي مهمه وهتاثر على ايه، وهتاثر بقى عليا سواء كان بقى في الدراسه، وهتاثر على اي حاجه يعني، تمام. فانت انا دلوقتي اتحطيت في النقطتين، ان في حاجات اساسيه وفي سين اللي انا المفروض لازم انجزها. طب انا اعمل ايه؟ الفكره وان الصح انك تعمل الاثنين. ازاي انك تعمل الاثنين؟ او يعني هجيب وقت منين ان اعمل الاثنين؟ هي الفكره كلها بكل بساطه، يعني ان اصلا كل واحد فينا اصلا بيبقى جواه فطره ان هو المفترض ان هو يكون الشخصيتين. في الشخصيه اللي هي ماشيه على الجدول ستريكت، لازم نخلص الجدول، طبعا ما يكونش جدول اللي هو ايه صارم قوي بحيث انك مش هتنجزه او مش هتلاقي وقت فيه لراحتك، فاللي هو من نص ساعه نوم وربع ساعه مش عارف ايه مش كده خالص. بس يبقى في جدول. وفي نفس الوقت الشخص ده مجبول على ان هو لما يكون وراه حاجه مهمه لازم ينجزها، اللهم صل وسلم على محمد، يعملها. الفكره كلها انك لازم تعمل الاثنين، ما ينفعش انك تعمل حاجه واحده. ويمكن ده اللي زي ما قلت ان انا جاي اتكلم فيه. يعني مثلا فتره الامتحانات مثلا، انت بيبقى وراك مثلا مشغوليات الامتحانات، وهي تبقى اخده معظم وقتها، وهنعتبر دي هي سين اللي هي الحاجه اللي محتاج فيها تبقى في البيك، او تبقى مثلا في ذروه نشاطك انك تنجزها، وهي اخده معظم وقتك. لكن مثلا حاجات مثلا شبه الرياضه مثلا، او شبه العباده والكلام ده، ما ينفعش انها تضيع، او ما ينفعش انك ما تعملهاش. ما ليكن مثلا انت كنت متعود مثلا على مثلا مهاره معينه انت بتتعلمها، تمام. ما ينفعش ان تيجي في الفتره دي وتقول لا مش هعلمها عشان في حاجه ثانيه اهم. ما هو بص، ما هو سين دي مش هتختفي من حياتك، ما هي دي النقطه، ان سين دي مش هتختفي من حياتك. انت كل حياتك فيها حاجه لازم في الفتره الحاليه لازم تنجزها، لازم تعملها، دي اول حاجه، تمام. فانت طول وقتك هتلاقي ان في حاجه اخده معظم وقتك، تمام. فعشان خاطر تعمل حاجه انت بتحبها، او حاجه مثلا مهمه بالنسبه لك، سواء كان قلت مهاره عاوز تعلمها، او سواء كان قلنا العباده، او سواء كان قلنا الرياضه، او قلنا اي حاجه، فانت لازم تبقى مخصص لها وقت. ما ينفعش تمشي في حته ايه، في حته مثلا الجدول، فبالتالي سين دي مش هتلاقي، يعني احنا قلنا دي بتكون محدوده بوقت معين، فبالتالي انت مش هتلاقي الوقت الكافي اللي تنجزها، ما هتقسم جدول كل يوم كذا كل يوم كذا عشان تمشي بالتساوي وما شابه مش عارف ايه. مش هتلاقي وقت، مش هتلاقي وقت لده. وفي نفس الوقت لو مشيت ان كل حاجه مهمه هي اللي هتقابلك في حياتك، هي اللي هتنجزها، وبعد كده تشوف الغيره، مش هتخلص، لان غير ده مش هيجي. يعني هتلاقي سين دي خلصت جوه ولا سين تانيه، تمام. فهي دي الفكره اللي انا عاوز اوصلها، ان انت حاول انك تكون الشخصيتين. الشخصيه الثابته اللي ليها جدول معين بحاجات اساسيه، وقلنا ضربنا ليها امثله، وطبعا انت كل واحد بيبقى مختلف، يعني ممكن يسقط المثال ده على اي حاجه في حياته بقى ثابته، هو شايف ان هي مهمه بالنسبه له. في ناس بتحب الرياضه، في ناس بتحب غيره يعني، تمام. وفي نفس الوقت سين برضه قلنا سين ده رمز كده، بحيث ان نحط بدلها اي حاجه مهمه في الفتره الحاليه. فانت تخلي معظم الوقت موجود في سين، وخلي الحاجات الاساسيه دي هي حاجات بتحطها كده، يعني تعملها كده زي ايه،
زي ادراك داخل سين، يعني ما بين وانت شغال في سين دي مثلا ايه، او والله اقوم اعمل شويه رياضه، والله مثلا اتعلم شويه مثلا، افصل شويه انك تتعلم مثلا سكيل اللي انت بتحبها دي، افصل شويه مثلا قوم صلي ركعتين او اقرا شويه قران، افصل شويه اروح اعمل اي حاجه من الحاجات الاساسيه في حياتك، بحيث انك هتيجي في اخر يوم والله ده الحاجات اللي انا بحبها والحاجات اللي أنا عملتها، وفي نفس الوقت الحاجه المهمه اللي المفروض ان انا اعملها وما ينفعش ان انا يعني اتغاضى عنها برضه عملتها. فسبحان الله ده بيساعد الانسان مننا ان هو ينجز الحاجات الاساسيه، وفي نفس الوقت هيساعده ان هو ما يبطلش تطوير. لان خد بالك من حاجه، الحاجات اللي بتيجي بسرعه كده وتروح، يعني الحاجات السين دي مش دي اللي بتعلم، او ممكن تزود في الخبره بتاعتك، تزود الخبره بتاعتك الحياتيه، لكن غالبا دي مش اللي بتعلم. اللي بتعلم الانسان فعلا واللي بتعطيه مثلا ثقل، مثلا سواء كان في شخصيته او بتطور مثلا من مهاراته او بتطور من اي حاجه عنده يعني، دي بتبقى الحاجات الروتينيه. فلو طول ما انت موقف الروتين ده، طول ما انت مش هتمشي لقدام. النمو دايما بيجي بالتدرج، مفيش نمو بيجي مره واحده. النمو بيجي مره واحده لا، في خلل، في حاجه غلط، في حاجه مش مظبوطه، هيقع مره واحده. فلازم النقطه دي مهمه جدا، انك تكون مقسم يومك ان في حاجات اساسيه وفي حاجات كذا. فما تجيش في الوقت اللي تقول والله ده انا مشغول ان انا مش هعمل الحاجات الاساسيه اللي في حياتي، لان الوقت اللي هتفضل مشغول ده هتفضل مشغول، ودي لما هتروح هيجي حاجه تانية، فهتفضل طول عمرك مشغول. فدي حاجه اساسيه يعني، تمام. فحاول انك تنظم وقتك ما بين كذا وما بين كذا، بحيث انك تقدر في الاخر انك ده انا والله انجزت حاجات ورا، وفي نفس الوقت اكون مرتاح. وبس كده يعني. احنا حاولت ان انا اخلي الفيديو ده مختصر قدر الامكان، ان احنا نتكلم عن النقطه دي، عشان النقطه دي مهمه جدا. لان في ناس كتير انا هعمل وهعمل وهعمل بعد الامتحانات ومش عارف ايه، مش هتعمل حاجه، هيجي برضه حاجه تانية هتشغلك، تمام. فانت خلي عندك دايما النقطه دي، حتى ولو الحاجات الاساسيه دي هتاخد منك وقت قليل جدا. يعني مثلا ممكن كل ما انت تطلع ساعتين في اليوم، ماشي يا عم مش مشكله، تمام، بس انت مستمر عليها، في جروس، في نمو هيمشي يعني او هيحصل، تمام. ودي بصراحه انا شايف ان يعني ان ده افضل طريقه انك تنجز فيها الحاجات اللي وراك، وفي نفس الوقت ما تحسش بتأنيب الضمير، اللي هو انا في حاجات ضايعه مني وما بلحقش اعملها وهكذا، تمام. بس ولو في اي حاجه انتوا عاوزين تتكلموا فيها، طبعا ده اقتراح حد من اخواتنا يعني وكتبه في التعليقات ان احنا نتكلم في النقطه دي. واللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا. وانا حبيت ان اضفي تجربتي بحيث ان الموضوع يبان اكتر ان هو مفيد ليكم ان شاء الله. ولو في اي حد عاوز ان احنا نتكلم عن حاجه معينه ممكن تكتبه في التعليقات. وفي نفس الوقت ان شاء الله انا القناه بتاعه التليجرام هربطها بجروب مناقشه، بحيث مثلا لو حد مثلا عاوز، او مثلا نخلي فيه بوت كده، ان مثلا لو حد عاوز يبعت اي اللهم صل وسلم وبارك على اي تجربه خاصه بيه، بحيث ان احنا ننزلها على القناه او ننزلها في المنتدى هنا على قناه اليوتيوب او قناه التليجرام يعني، بحيث ان احنا نشارك اخواتنا ونشجعهم خلال الفتره الحاليه. فطبعا هسيب لكم رابط القناه في التعليقات باذن الله. وفي نفس الوقت لو انتوا عاوزين ان احنا نحكي في اي حاجه اكتبوا لنا في التعليقات ان شاء الله. بس ولو احتجتم اي حاجه زي ما قلت تواصلوا معايا، وربنا يا رب يعين كل واحد ويوفقكم باذن الله. مع السلامه.